السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو بريوش بالزيت بدون زبده او مارغرين، وراح يجينا خفيف ريشه. من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها وتخرجنا كميه مليحه، وصفه سهله سريعه وخفيفه في نفس الوقت. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. مباشره راح نروحوا مقادير وصفتنا لنهار اليوم على بركه الله. عندنا كمية من الفرينة، عندنا الكأس المستعمل 240 مليلتر نقيس به جميع المقادير. عندنا حوالي 4 كؤوس فرينة أو طحين أبيض. تبقى لكم على حسب نوعية الفرينة اللي استعملتوها. الفرينة تاعنا لازم تكون مغربلة أو منخولة أكثر من مرة. كأسين من الحليب الدافئ، فنجان قهوة من الزيت، ملعقتين كبيرتين من الخل، 3 حبات بيض، كيس خميرة حلويات وزن 10 غرام. هنا تقدروا تضيفوا عطر الفانيلا، عطر الليمون، المنكه اللي حبيتو، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين كبيرتين من خميرة الخبز، مع 3 ملاعق كبيرة من السكر. كل المقادير راح تسيبوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. هنا راح في الإناء تاعنا رايحين نحطو كمية الحليب. هنا نقدروا نستعملوا حليب مع كأس حليب مع كأس ماء، ولا نقدروا نستعملوا كأس حليب مع كأس رايب، يعني نتوما وش عندكم، ولا تستعملوا كأسين من الحليب. راح نخليو الخليط يتفاعل حوالي 5 دقائق، بما انه راهي السخانة درجة الحرارة راهي عالية، يعني راح تاخذ معنا فقط 5 دقائق راح تكون تفاعل معنا المزيج الاول. راح نضيفو ملعقتين كبيرتين من الخل، الزيت، ورايحين نضيفو بياض 3 حبات بيض. البياض راح نديروه في العجين، والصفار هو اللي راح نخليوه للاخير. هنا تقدروا تضيفوا اي منكه تحبوا، تقدروا تضيفوا قشور الليمون، تقدروا تضيفوا الفانيلا، يعني نتوما وش حبيتوا. هنا من الاحسن تخلطوا المزيج تاعكم بالبرا اذا كان متوفر عندكم. اذا ماشي متوفر عندكم استعملوا فقط الفوي ولا المضرب اليدوي. ونبداو نلمو العجينه تاعنا بالفرينه. هنا الفرينه تاعنا لازم تكون مغربله اكثر ولا منخوله اكثر من مره، باش تدخلها كميه هواء كبيره والرطوبه تكون فيها، يعني لانه كل ما غربلنا الفرينه راح يدخلها كميه هواء كبيره، وتعاون العجينه باش تجينا خفيفه. هنا كذلك خميره الحلويات لازم نغربلوها على جال حبيبات الهواء اللي يكونوا فيها. ما نساوش بطبيعه الحال الملح، ملعقه صغيره من الملح. ونلمو العجينه تاعنا. هنا العجينه لازم تكون عجينه تتلاصق في يدينا، ما نشفوش بزاف العجين. لو كان نشفو بزاف العجين البريوش تاعنا راح يجينا ثقيل ويجينا معجن، يعني خاصه بما ما نقارنوش البريوش اللي يكون برا مع البريوش اللي نخدموه في الدار، لانه الفرن تاع برا ما يكونش كيما الفرن تاع الدار. يعني حتى تكون نوعيه مليحه من الفرن ويكون فونتيلي وفيه كل شيء، كل ما يكونش كيما الفرن تاع برا. يعني الفرن تاع برا حتى وتكون العجينه ماشي مليحه يخرج المنتوج يخرجه مليح. هنا العجينه تاعنا لازم تبقى تلاصق في يدينا هكا كيما راكم تشوفوا. هذا هو تبقاو تضيفوا في الفرينه تاعكم حتى تحصلوا على هذا القوام. هنا نمسحوا يدينا بكميه قليله من الزيت، فقط مسحه خفيفه قسم العجينه تاعنا ما تلصقش في يدينا، وتعاوننا باش نقدروا نخبطوا العجينه تاعنا وتولي ناعمه او ملساء. نمسحوا العجينه تاعنا بكميه من الزيت ونغطيو عليها ونخليوها تختمر حتى يضاعف الحجم تاعها كليا. هنا في هذه المرحله يعني تقدروا تخمروها اكثر من مره اذا حبيتوا. كل ما خمرتوا العجينه تاعكم اكثر من مره كل ما راح تمد لكم نتيجه احسن. يعني هنا اذا عندكم الوقت تقدروا تخمروها اكثر من مره، يعني تطلعوها المره الاولى، تعاودوا ديغازيوها تنحيو منها كل كميه الغاز اللي فيها، وتعاودوا تخمروها مره ثانيه. بالنسبه لي انا خمرتها مره واحده وبديت نطيب فيها مباشره. بعد ما اختمرت العجينه راح نديغازيوها نحيو منها كل كميه الهواء، ونفتحوا العجينه هذه مباشره. راح نشكلوها على دوائر، كل واحد يدير القيس اللي حب عليه. نمسحوا سطح العمل بالزيت بكميه قليله من الزيت، ما تكثروش كميه الزيت، مسحه خفيفه فقط. وتقسموا العجينه تاعكم. هنا تحبوا تقسموها بالميزان كيما تحبوا، ديروا عينك هي ميزانك، لكم الاختيار. هنا نستعملوا الميزان فقط باش تجينا على حبة، يعني كل كمية كيما بعضها. هنا وزنتها المرة الأولى 150 غرام، ومن بعد جاتني الحبة كبيرة عودت وزنتها 100 غرام.
راح نشكلوا العجينه تاعنا على شكل كرات. كما راكم تشوفوا قوام العجين راح يعاونكم بزاف انه تخدموا البريوش تاعكم ويجيكم خفيف. شوفوا الفقاعات اللي حتشكل في الكرات. هنا خرجت لي حوالي 13 حبه، يعني كما راكم تشوفوا العجينه راح تجينا خبيزات ولا بريوش يجينا حجم مليح. اذا نقصتوا الكميه يعني درتوها 70 ولا من 50 ل 70 غرام راح تخرج لكم كذلك كميه مليحه اكبر من هذه. هنا نمسحوا المره الاولى فقط، رايحين نمسحوا سطح العمل بالزيت باش نفتحوا العجينه يعني ونبداو نشكلوا البريوش. هنا كانت ديجا الكرات الاولى اللي شكلتها بما انه راهي سخانه بدات تختمر، يعني نبداو بالحبات اللي شكلناهم اولا ونبداو نشكلوا في البريوش. راح نتحشوه بالشوكولا ولا بلا كريم باتيسير ولا بالشي اللي حبيتو، كيما تقدروا ديروه فارغ لكم الاختيار. ونبداو نشكلوا في حبات البريوش. هنا كما قلت لكم سطح العمل راح تمسحوه المره الاولى فقط بالزيت، من بعد راح يبقى فيه الزيت يعني وحده، يعني ما تحتاجوش كميه من الزيت. هكذا بعد ما شكلنا البريوش تاعنا، هنا عندي صفار البيض اللي كنت البياض استعملته في العجين، والصفار درت له كميه من الحليب مع عطر الفانيلا. وانتم كيما تحبوا. هنا حنخليوه 10 دقائق قبل ما ندخلوه للفرن. هنا الفرن تاعي راهي شاعل 180 درجه، ومن 180 200 درجه، وخليت البريوش يختمر 10 دقائق. من بعد دخلته للفرن وخليته يحمر. كما راكم تشوفوا هذا هو شكل البريوش تاعنا، راح يجيكم على حبه، خاصه اذا وزنتوه. من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها. بعد ما يطيب البريوش تاعنا رايحين نمسحوه بكميه من العسل او المعجون من فوق هكا باش تجي فيه هذيك اللمعه، وتقدروا تزينوه بالشوكولا، تقدروا ديروا له المكسرات ولا تخليوه هكاك، يعني كل واحد واش توفر عنده. كيما قلت لكم تمسحوه بسطح سطح البريوش بالعسل ولا بالمعجون ولا بالشيء اللي يكون متوفر عندكم. كيما تقدروا تخليوه يعني بلا ما تمسحوه. راح نقسموه كيف كيف ونشوفوه كيفاش جانا من الداخل. من اروع الوصفات اللي تقدر ديروها وبدون زبده وبدون مارغرين، وراح يجيكم خفيف. من اروع الوصفات. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. وما تنسوش كذلك ان الوصفة مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصفين، لانه احيانا ننسى مقادير ومن بعد نكتبها في صندوق الوصف. اللي ما يعرف صندوق الوصف فقط يضغط على العنوان راح يخرج له صندوق الوصف فيه كل شيء بالتفصيل. شوفوا شكل البريوش تاعنا من داخل كيفاش يجي مقطن وخفيف في نفس الوقت. جربوا هذا الوصفة وخلونا رأيكم في التعليقات، ولا بعثونا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة أسفل الفيديو إذا حبيتوا أي وصفة من الوصفات. كذلك خلونا رأيكم وطلباتكم في التعليقات أسفل الفيديو. نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله، وإلى الملتقى.